الفرق بين trotzdem وobwohl، ركز على الترجمة. obwohl معناها بالرغم من، وكتبت بعدها نقاط، يعني لما استخدمها بذكر الشيء بعد مباشرة يلي بالرغم منه سيحدث شيء معين. obwohl Max kein Geld hat، بالرغم من أن ماكس ليس لديه مال، شو بيصير؟ kauft er ein neues Auto، يشتري سيارة جديدة. أما trotzdem فمعناها رغم ذلك، ولاحظ كتبت نقاط قبلها، يعني أنا قبلها بكون ذكرت الشيء يلي بالرغم منه سيحدث شيء معين. ماكس hat kein Geld، ماكس ليس لديه مال. trotzdem رغم ذلك، إذا trotzdem عائدة على شو؟ على هي الجملة إنه ماكس ليس لديه مال. شو بيصير؟ kauft er ein neues Auto، يشتري سيارة جديدة. obwohl هي أداة وصل بين الجمل، لما تجي معي بصير عندي Nebensatz، يعني الفعل بيجي بآخر الجملة. obwohl Max kein Geld hat. أما trotzdem فهي كمان أداة وصل، ولكن لما استخدمها بيجي الفعل بعد مباشرة. trotzdem kauft er ein neues Auto، هون إجا عندي فعل kaufen مصرف حسب الفاعل بعد trotzdem مباشرة. هذا كان فرق بين trotzdem و obwohl.